السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبأحسن حال. وصفة النهاردة بأمر الله الفطير المشلتت. أكيد كلنا بنحب الفطير الكبير والصغير. هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة أبسط مما تتخيليها، تحفة جدا وسهلة جدا، وطريقة فرد ما تتوقعهاش في منتهى البساطة. الناس بقى اللي بتحب الفطير كده وبتخاف تعمله أو بتستصعب الطريقة، تجمع بقى النهاردة في الفيديو علشان هنعمله بأبسط طريقة تتخيليها، ونتيجته روعة تحفة جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنطلعه مع بعض بأبسط طريقة من غير ما نورق. وسهل جدا بقى، وهتعمليه في فرن البوتاجاز وهيطلع معاكي قمر وتحفة بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهقولك ازاي تفرديه بكل بساطة ويطلع معاكي مورق جدا من غير ما نهول فطير، ومن غير ما نكور بقى ونعمل حاجات كتيرة كده زي اللي بنشوفها او الناس اللي بتعملها. هنعمله بطريقة بسيطة جدا. صدقيني لو انت اول مرة تعمليه هتطلعي فعلا استاذة من عمايله. وهقولك ازاي تعملي كمية كبيرة جدا من الفطير في وقت قياسي ويطلع قمر ومورق جدا بالشكل اللي انت شايفاه. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجة بقى، انا هنا استخدمت كيلو من الدقيق، عليه كده نص معلقة صغيرة من الملح، وما تزوديش الملح عن نص معلقة علشان الفطير ما يقطعش معاكي. عليهم 3 معالق كبار كده من السكر، وما تستكتريش السكر لان السكر هو اللي بيديله اللون الذهبي. تمام. وانا هنا استخدمت دقيق متعدد الاغراض، يعني اي نوع دقيق عندك هتستخدميه. تمام. لكل كيلو دقيق بقى هنحضر كده 3 كوبايات من المية. انا نزلت بكوبايتين ونص من المية، وهنشيل كده نص كوباية على جنب، وهنعجن بقى الفطير كده واحدة واحدة. وهنشوف الدقيق هيحتاج معانا آه، سوائل او لا. يعني طبعا بيختلف من مكان لمكان على حسب نوع الدقيق اللي انت بتشتغلي بيه. فما تنزليش بكميه الدقيق كده كلها، كميه الميه كلها مره واحده، هتنزلي بيها بالتدريج لحد العجينه كده ما تظبط معاكي وتبقى تمام. يعني انا هنا نزلت كمان بربع كوبايه من الميه، يعني كل اللي استخدمته حوالي 3 كوبايات الا ربع من الميه. وهقولك بقى ازاي تعملي عرق كده في العجينه والعجينه ما تقطعش معاكي. هتعجني بقى العجينة كويس جدا. هو الفطير المشلتت عبارة عن عجين. هتعجني العجينة، هتظبطيها العجين، صدقيني الفطير هيطلع معاكي تحفة جدا. وهقولك ازاي تعجنيها عجينة مظبوطة. العجينة بتاعتها بتبقاش طرية قوي، يعني عجين الفطير ما بيبقاش طري قوي، بتبقى يابسة كده في ايديكي او ناشفة في ايديكي. وبعد ما بالعجينة بتلم بقى كل السوائل وبتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، هتنزلي بيها على الرخامة بتاعتك وتخبطي بقى العجينة، تديها بوكسين كده وتفردي وتلمي وتفردي وتلمي. بتحسي كده ان الموضوع مرهق معاكي او متعب، اعجني بايديكي على قد ما تقدري وتلمي العجينه كده 5 دقايق. حسيتي نفسك تعبتي، هتلميها 5 دقايق وهتغطيها وهتسيبيها كده ترتاح لمده 5 دقايق، مش اكتر من كده. وبعد ما تسيبيها كده ترتاح لمده 5 دقايق، بصوا شايفين العجينه بدات تريح وبدا يكون في عرق كده في العجينه. للمره التانية هنعجن بقى كويس جدا كمان شويه، يعني تعجني كده حوالي 5 دقايق. تحسي كده ان الموضوع مرهق، هو مش مرهق. كل ما تحسي ان انت تعبتي هتلمي العجينه كده وتغطيها بكيس وهتسيبيها 5 دقايق ترتاح، وهترجعي تشتغلي فيها مره تانية. تمام. وهنا العجينه هسيبها للمره التانية تريح 5 دقايق. وبعد ما ريحت كده، بصوا ما شاء الله العجينه بقت ناعمه وتحفه، وكده عملت العرق اللي احنا بنحتاجه في الفطير علشان ما يقطعش معانا او العجينه ما تقطعش. هنقطعها بقى. الكيلو دي هنا انا عملت بيه 3 فطيرات. تقدري بقى تعملي لو انت عايزه حجمه اكبر من كده هتعملي بيه فطيرتين كبار. عايزه تصغري حجمه ممكن تعملي 4، ممكن تعملي 5 على حسب حجم الفطيره اللي انت حباها. وهنعمله كور بقى كده هنغطيه كده بس بلاستيك، وهنغطيه بفوطه وهتسيبيه بقى. الخطوه ديت مهمه جدا علشان تفردي الفطير معاكي. هتسيبيه حوالي ساعه كده يرتاح. وبعد ما سيبناه حوالي ساعه ارتاح، يلا كده نفرده مع بعض بابسط واسهل طريقه ممكنه. ما شاء الله العجينة مرنة جدا، ارتاحت وبقت مظبوطة وتمام. رش الدقيق بقى كده على الكوانتر او على الرخامة اللي بتشتغلي عليها، ونبدأ بقى نفرد بالعجينة. ما شاء الله العجينة طالما ارتاحت هتتفرد معاكي بكل سهولة. هتبدأي بقى كده تفردي بايديكي، وبعدين هنستخدم النشابة. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي اتمنى بجد ان انتوا تحطوا لي لايك عشان الفيديو فعلا حلو جدا، واتمنى انه يوصل لاكبر عدد من الناس والناس كتيرة تستفاد منه. ولو اول مرة تشرفوني في القناة يا ريت تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والناس اللي نورتني جديدة في قناتي، بجد نورتوني وشرفتوني، وجودكم شرف كبير ليا في القناة.
وهتفردي بقى تفردي العجينة بالنشابة. حاولي على قد ما تقدري تخلي شكلها بيضاوي كده او على شكل مستطيل. وهنا انا استخدمت حوالي 300 جرام من الزبدة. الزبدة تكون طرية، ما تكونش سايحة، يعني تكون مطلعاها من التلاجة كده، تكون طرية تقدري تفرديها بكل سهولة على العجينة. وتعملي بقى تستخدمي كمية كده حلوة من الزبدة، يعني ما ينفعش حتة او مكان في العجينة ما يكونش عليه زبدة علشان تديكي التوريقة المظبوطة. وتتأكدي ان كل جزء في العجينة وصلوا الزبدة او مدهون بالزبدة كويس جدا. وهتقطعيها بقى كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. وكل طبعا ما تقطعيها اكتر كل ما هيديكي ورقات اكتر او هتبقى التوريقة معاكي اكتر. وبعدين هنطبقها بقى كده. حاولي بقى وانتي بتطبقيها تفردي كده العجينة. ما شاء الله العجينة عشان مرتاحة كويس جدا بتتفرد معايا بكل سهولة. اتمنى ان انتوا تكملوا الفيديو معايا للاخر عشان هقول لكم كده على شوية حاجات في التسوية تطلع معاكم يطلع معاكم الفطيرة مظبوط جدا ومنفوخة جدا زي ما بنشتريها من بره، او بتديكي نفس جودة الفطيرة اللي بنشتريها من المحلات. بجد والله بتبقى احسن بكتير وانضف بكتير. وهنتأكد بقى ان الفطيرة متقفلة كويس جدا على الزبدة. وهنعمل بقى الفطير بتاعنا كله بالشكل ده. وهنغطيها بقى بستريتش وهنحطها في التلاجة. هتحطيها في التلاجة هتسيبيها حوالي نص ساعة. لو هتحطيها في الفريزر وعايزة تشتغلي على طول هتحطيها حوالي ربع ساعة 10 دقايق عشان كده الزبدة تتماسك ونقدر نفردها تاني. وعلى الرخامة بتاعتك بقى وافردي من جوه لبره. ما شاء الله شايفين العجينة عشان مرتاحة كويس جدا بتتفرد معايا بكل سهولة. وطبعا الزبدة مسحتش ولا خرجت من العجينة. وهتعملي مرة ومرة بالعرض. وافردي بقى على قد ما تقدري علشان يكون ورقات كده الفطير خفيف معاكي وما يكونش تخينه معاكي. وهتفردي من جوه لبره ومن بالطول وبالعرض بالشكل اللي انت شايفاه ده. حاولي على قد ما تقدري تخليها على شكل مستطيل. والزبده بقى وادهني كمان مره الفطير. وده كله بنعمل ورقات، يعني كل ما بتطبقي اكتر او بتعملي طبقات اكتر كل اما بيديكي توريقه اكتر في الفطير. وهنطبقها كده. هو الفطير ظبطتي العجينة عجنتيها كويس ريحتيها كويس بس كده تمام. هتاخدي احلى والذ واطعم فطير. وهتطبقيها كويس جدا بقى وهتقفليها كويس جدا على شكل كورة علشان الزبدة ما تخرجش منها. اتمنى بجد ان انا اقدر افيدكم في الفيديو ده وتعملي الفطير بقى بطريقتي وتجربيه. وهستنى رايكم في الكومنتات. ما شاء الله وكده عملناه كورة. والصينية بتاعتك بقى تكون مدهونة كويس جدا بالزبدة. هتغطيها بقى بكيس على ما تخلصي باقي الفطير اللي عندك او باقي كمية الفطير. ويلا نتكلم على التسوية بتاعة الفطير عشان تطلعي بقى احلى والذ كده فطير ومنفوخ جدا كده ومورق. التسوية عليها عامل كبير جدا. يعني انت كده قبل ما تدخلي الفطيرة ب10 دقايق او حوالي ربع ساعة هتسخني الفرن. هتشغليه وهتشغلي الفرن والشواية مع بعض. اهم حاجة في الفطير يكون الفرن سخن جدا جدا علشان يديكي التوريقة والطبقات المظبوطة. هتدخليه بقى على الرف كده يعني اقرب للفرن من تحت. تمام. اول ما تحسيه بينفخ كده بقى وخد اللون التمام هتشغلي الشوايه. لو الفرن عندك بيشتغل الاتنين مع بعض تمام هتشغلي الفرن والشوايه مع بعض. لو بيشتغل عندك الفرن لوحده والشوايه لوحدها اول كده ما بتحسي ان هو خد لون من تحت هتشغلي الشوايه. والفطير كده بياخد حوالي 10 دقايق في الفرن وبيطلع قمر وتحفه بالشكل اللي انت شايفاه ده. هش جدا مورق جدا. الطريقه مفيش ابسط من كده. اتمنى بجد ان انتوا تجربوه بطريقتي. وبامر الله هستنى رايكم في الكومنتات. وما تنسوش بقى تضغطوا لايك واستنوني في فيديوهات تانية كتيرة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.